مش مظبوطه، بس احنا هنحاول على قد ما نقدر. جرب كده مالك على جرب، تعالى تعالى. بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، بالصلاه على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا من أكبر طموحات أي حد مغترب مصر هنا في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان عامة، يعني إن هو يعمل حلة محشي. دي كده بقى وصل ليفل الوحش، جاب اللي هو بص عمل اللي محدش عمله. وطبعا دي من باب المفخرة، ان انت يعني من باب العز والمفخره ان انت تتباهى وتقول ان انا عملت حله محشي في السكن. ده انا حاجه عظيمه، انت كده وصلت لمستوى ما حدش وصل ليه. فطبعا ان شاء الله باذن الله النهارده دي حله محشي مستورده اهيت، جايه في علبه اهيت. الله يصلح حالها مع عبد الرحمن يا رب. كان في صديق لنا في مصر بعت لنا مع الايه حله المحشي ديت متغلفه وجاهزه وملفوفه. وطبعا في دجاج بلدي، ديك شامورت بلدي، واخد بالك انت. طبعا برضه مع عبده كانت بعتاه عشان ايه تسويه حله المحشي. طبعا يعني دي حاجه عظيمه، حاجه عظيمه جدا ان انت تعمل حله محشي بالفراخ. طبعا نعملها ازاي؟ هنعملها ان شاء الله باذن الله بالبخار، يعني لا ميه ولا غيره ولا الكلام ده كله. يعني هنعمل حله محشي فخمه فخامه، ما يعني مش عايز احكي لكم هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. طبعا تعملها ازاي يا محمد سيد؟ طبعا هوريكم الطريقه. المكونات معانا ان شاء الله باذن الله حبات طماطم، تمام، 3 بصلات، ممكن 2 ينفعوا عادي مفيش مشكله. 3 بصلات، صلصه، تمام، فلفل اسمر. نبدا بيه ان شاء الله باذن الله. اول حاجه 3 بصلات يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهوت، قطعتهم هم، تمام، قطعتهم بالمنظر ده، وارمي عليهم شويه ايه، شويه فلفل اسمر. ودي تركايه، يعني دي تركايه ما حدش يعرفها، فكل الناس المغتربين يخلي بالهم من التركايه اللي انا بعملها دي. تمام يا رجاله، ايه البصل اهو، شويه ايه فلفل اسمر زي ما انتم شايفين ايه بالمنظر دي كده، تمام. طماطم اهيت، ومقلب ايه كله في بعضه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو بالمنظر الجميل دي كده. تمام يا جماعه، كده يبقى ايه الطماطم والبصل زي ما انتم شايفين كده اهو ايه بالفلفل الاسمر، واسويهم فين في الحله زي ما انتم شايفين كده ايه مع بعضهم كده ايه بالراحه. خلاص، بعد كده اخش دي الدجاج اهو. خلاص، احط ايه، احاول ارص الدجاج ايه رص حلو كده ايه تاني. وادي الايه التالت. خلاص كده رصيت الايه الدجاج بتاعي ايه بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفين ده. خلاص كده بقى ايه بقى ايه نص كوبايه ميه على ايه معلقه صلصه، تمام، واقوم حاططها ايه تحت كده ايه على حله المحشي الجميله بتاعتي كده ايه على البدايه كده، عشان تعمل ايه تخلي الاكل ليه طعم يكون ايه طعم كويس ان شاء الله، تمام. ودوت بقى ايه علبه المحشي جايه متخلفه من مصر وجايه جاهزه وجايه على قد ان احنا بس ان ايه نرص. الله يصلح حالك يا ام عبد يا رب، ويرزقك الجنه ويبارك لك في صحتك ويشفيك يا رب. بصوا حتى عملنا ايه، حتى شويه ورق هم اتخلف شويه ورق في الاخر. ابدا بقى اشيل ايه المحشي زي ما انتم شايفين كده، وابدا ارص ايه في الحله ايه بالمنظر الجميل ده كده. تعالوا كده تعالى كده، ابدا اشيل ايه وارص الايه المحشي الجميل بتاعي. دي محشي كروم. طبعا في حله محشي، طبعا في طبق كمان محشي، بس طبق المحشي ده ايه ورق عنب، فده ان شاء الله باذن الله نعمله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. بصوا لسه حتى عليه التلج ازاي، والله انا طالع من الصبح فك، مش عارف ما فكش ليه لان الوقت بس التلج اهو مفيش مشكله هناكله، والقران لو ايه لا ناكله.
رصيته اهو. اجيب بقى الورق الايه المحشي دوت الكرنب ده. كده حلة المحشي الجميلة بتاعتي بالمنظر الحلو اللي انتوا شايفينه دوت جاهزة. انا محمد رشاد، انت نسيت تقول لنا موضوع الفراخ اللي انت حطيتها في قاع الحله دي. الفراخ متبله وجاهزه و100 110 على 10 كده. خلاص كده حله المحشي بتاعتي جاهزه، على قد ان انا اخدها اروح اوديها على البوتاجاز. يلا نروح نوديها سوا. اهم حاجه في الخطوه ديت ان انت تشغل النار وتخليها واطيه. الله عليك يا بعض، الله عليك يا بعض. والقرآن شيف، بص، والقرآن شيف 100 100 على كيف الغطا فين؟ هذا الغطا الجميل. ساعة كاملة أو ساعة إلا 10 ولا ساعة إلا ربع على حسب النار دي. على الهادي كده، ولا حطينا مية ولا حاجة، اللي هم شوية كده عليهم الصلصة بس. كده خلاص حلتنا جهزت إن شاء الله بإذن الله على النار أهي. وصلنا لايه؟ الوقت الحاسم، وقت ان احنا نكبت ان شاء الله، وقت النتيجه الكبرى. طبعا يا جماعه كده وصلنا للنقطه الحاسمه، نقطه حله المحشي اللي على البخار اللي بالدجاج. بصوا، بسم الله، ولع كده. انا عارف ومتاكد انها مش هتظبط عشان الحله ديت الصينيه مش مظبوطه، بس احنا هنحاول على قد ما نقدر. جرب كده مالك عليا، جرب. تعالى بسم الله، بسم الله، ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، بالصلاه على النبي. ولعه. بص مع الدجاج. تسلم ايدك يا ابو عبد الله. طبعا انا مش قادر احكي لكم الريحه. لا خليك كده، خليك كده، لا ارجع. طبعا انا مش قادر احكي لكم الريحه عامله ازاي ولا الوصف ازاي، بس طبعا احنا نشعر من جوه اهي. طبعا برضه احنا رجاله، احنا شغل الحريم ده احنا ما بنفهموش جوه، بس المهم الاكل مظبوط 100%. اتفضلوا يا جماعه معانا، اتفضلوا يا جماعه معانا الاكل. استودعكم الله، اترككم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.